السلام عليكم. القرن التاسع عشر غادي ينهز السلطان الحسن الأول سياسة ضريبية إصلاحية في المغرب. هذه السياسة من أجل توحيد الضرائب في المغرب، وأيضا القضاء على الفروقات اللي كانت في المغرب بين الفئات المغربية، بين الأغنياء والفقراء. عهد السلطان الحسن الأول ما كانش سهلة، وإنما كانت شوية اضطرابات خلته يكلف جهاز المخزني باش يقوم بهذه المهمة ديال جمع الضرائب من مختلف مناطق المغرب. ونزيد أكثر أن الفترة ديال الحسن الأول كانت فترة صعيبة ومريرة. هادشي خلاه يتعرف على المصادر التاريخية بالسلطان الذي لا ينزل على صهوة جواده. والمفاجأة هذه غتجيك شوية غريبة، هو أن السلطان الحسن الأول كان بنفسه يجمع الضرائب من القبائل، خوفا من تمرد القبائل وخوفا من عدم أداء هذه الضريبة ديال الترتيب اللي كانت معروفة في التاريخ. إلا كنت باغي تعرف الحكاية ركز معايا وخذ لك شي قهوة. أجي نعاود ليك على ضريبة الترتيب اللي كانت في عهد السلطان الحسن الأول. الفئات المغربية غادي توصلها الأخبار بأن الحسن الأول غادي ينهز سياسة ضريبية جديدة كتوحد المغاربة. هنا غتكون واحد الاحتجاجات من طرف المغاربة اللي غيرفضوا هذه المسألة ديال الترتيب، وغيبغيو يحتفظوا بالضرائب الشرعية كالزكاة والأعشار اللي كانت في المغرب. ونزيدو نعقدوا القضية أكثر. في مدينة فاس المخزن كان تيفرض على السكان أداء ضريبة الموكوس أو أي الصنك عند الدخول إلى الأسواق والمراسي. فساكنة فاس غادي تثور في وجه المخزن في ثورة تسمى ثورة الدباغين، أو ما يعرف بعيطة بنيس تاريخيا. تبرر المؤرخ عبد الوهاب المنصور في كتابه مشكلة الحماية القنصلية أن المخزن كان في ضرورة ملحة وفي حاجة ماسة لهذه الضريبة ديال الموكوس لمواجهة المشاكل الخارجية، وخاصة من طرف الضغط الأوروبي اللي كان تيواجه المغرب آنذاك. لكن السلطان الحسن الأول كان ذكي في هذه المرحلة وغادي ينهز سياسة ديال جديدة باش يخرج البلاد من هذه الأزمة، هو توحيد الضرائب في ضريبة واحدة اللي كانت تسمى آنذاك ضريبة الترتيب. لكن باش تكون موضوعيا أكثر، أن ضريبة الترتيب كانت عندها جوج تجارب. الضريبة ديال 1881 هاد الضريبة غتفشل، غتجي الضريبة الثانية زمن الحسن الأول ضريبة 1884. ضريبة الترتيب الأولى 1881 غادي تفرض على المالكين للأراضي السماسرة والمحميين المغاربة والأجانب المحميين في المغرب، لكن ما تعمدش هاد الضريبة ديال الترتيب على المغاربة ككل. والحاجة اللي ما عجبتنيش هو أن بعض الفئات الأخرى رغم أنها غنية إلا أنها غتملص من أداء ضريبة الترتيب للمخزن. هنا غيوقع واحد المشكل، واحد الأزمة بين الفئات المغربية، وغتوصل الأخبار إلى المخزن. للأسف الشديد أن ضريبة الترتيب غادي تفشل في أداء المهمة ديالها، وغادي يفشل المخزن في أداء المهمة. لماذا؟ لأن هذه الضريبة ديال الترتيب ما كانش عندها واحد التخطيط مسبقا، وبالتالي أن ضريبة الترتيب الأولى اقتصرت فقط على الزكاة والأعشار. هذا الشيء عطى الأجانب الحق في التدخل في المغرب كيف ما بغاو. يقول المؤرخ طيب بياض في كتابه الضريبة والمخزن والاستعمار أن الضريبة الثانية كانت أكثر نجاحا وأكثر تطورا، هي ضريبة 1884. غيحاول المخزن القيام بإحصاء عدد السكان في المغرب وإحصاء الممتلكات والأشجار والأراضي والحيوانات اللي يمتلكوها المغاربة. السلطان الحسن الأول الفئات المغربية أداء ضريبة الترتيب، لكن عدم إلزام الناس اللي ما عندهمش الأراضي والأملاك. عام 1884 غادي يكلف الحسن الأول للجهاز المخزني باش يقوموا بجمع الضرائب في مختلف مناطق المغرب، لكن للأسف الشديد أن هذه الضريبة ما غتنجحش، وبالتالي غتفشل في أداء المهمة. للأسف الشديد أن المخزن غيفشل في أداء المهمة ديالو وفي فرض ضريبة على المغاربة. هذا الشيء غيؤدي إلى عجز المخزن في أداء المهمة ديالو. ربما السبب كيبان ليا هو تضرر البوادي اللي ما غتستطيعش تأدي ضريبة الترتيب إلى المخزن، ثم التدخل الأجنبي اللي دائما كان يعرقل الإصلاحات المغربية، وخاصة الإصلاح الجبائي اللي قام به الحسن الأول. إذا هذا الشيء اللي كاين. شنو بان لك أنت؟ السلام عليكم ورحمة الله.